بداية أحب أشكر كل مشاهد شاف الفيديو بتاعي، وأحب أشكر كل متابع وكل صاحب تعليق سواء كان سلبي ولا إيجابي، وحب إن هو يعلق ويقول رأيه على الفيديو بتاع امبارح. الفيديو بتاع امبارح أنا اقتبسته من فيديو بقاله سنتين، وقدرت إن أنا أفكر الناس بحاجة جميلة جدا كانت موجودة بين حمادة وبين زاهية داوود، ولكن هنقول قدر الله ما شاء فعل. وإن شاء الله زي ما أنا قلت، هل فعلا زاهية داوود وحمادة داوود هيتقابلوا في رمضان حلم ولا حقيقة؟ إن شاء الله ربنا يحوله لحقيقة، ولسه قدامنا الباقي من رمضان يقدر يتحول الحلم دوت لحقيقة. ودلوقتي يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وهنشوف هنقول ايه النهارده، والمفاجأة الكبرى اللي عملتها زاهية داوود لحنان اختها الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واصدقائي في قناتي قناة شين. مرة تانية احب اشكركم على تفاعلكم امبارح معايا في الفيديو، وانا عارف انكم كلكم بتحبوا الخير لعيلة آل داوود، وكل واحد بيتفرج على فيديوهات آل داوود عايز لهم الخير، عايز لهم ان هم يتجمعوا، عايز لهم ان هم يتلموا مرة تانية وتالتة ورابعة ويكونوا احسن الناس. يمكن كلنا لما شفنا عودة زاهية الحلمية وعودة حلمية لزاهية ما فكرناش مين السبب، مين البادئ بنقطة التحول الكبيرة الحلوة الجميلة اللي موجودة في وقتنا الحالي. وعايز اشكر ولاد زاهية داوود كلهم وطارق اللي قدروا ان هم يرجعوا العيلة ديت مرة تانية. لما عملوا فيديوهات مع بعض انا اتفائلت خير، وقلت بس هي دي نقطة التحول اللي هيبدأوا بيها يرجعوا لبعض تاني. الصغار كنا زمان بنقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، دلوقتي بنقول يعملوها الكبار ويصلحوها الصغار. وفعلا فيديوهاتهم كانت جميلة ولا أروع ولا أجمل بالكده، والكل شجعهم على ان هم يستمروا، والكل قال لهم ان انتم ممكن تكون بداية خير لرجوع الأسرة دي مرة تانية لبعض. وفعلا ابتدت الأسرة ترجع واحدة واحدة، وقدرت الخلافات انها تدوب بمجرد ظهورهم مع بعض. اتنسى كل حاجة، اتنست كل سيئة قالوها في فيديو او قالوها في بث، اتنسى كل متابع وكل قناة قالت كلمة مش مظبوطة في حق الأسرة دي، في حق حلمية وفي حق زاهية وفي حق أي شخص من عيلة آل داوود. وده اللي احنا تمنيناه، وده اللي احنا كنا عايزينه، وده اللي احنا كنا بنسعى إليه، وكل واحد ونيته. عشان كده بشكر الأولاد، بشكر طارق وبشكر محمد وبشكر يوسف وبشكر حسام إن هم فتحوا المجال لرجوع زاهية وحلمية مرة تاني. واديكوا شفتم ولسه قايل امبارح إن زاهية وحلمية بيمروا بمرحلة ما مروش بيها قبل كده من ساعة ما فتحوا القنوات. عايز أقول ذكاء زاهية وحلمية اتحول إلى أسطورة في اليوتيوب. قدروا إن هم يحتووا مشكلة حنان داوود لما طلعت وعملت الفيديو بتاعها الشهير، ولما في ناس كتيرة طلعت عليها وانتقدوها، وكنت أنا واحد من ضمن الناس اللي انتقدتها في نقطة زي ديت. وقلت نفس الكلمة اللي قالها الأخ عبد المجيد امبارح في الفيديو اللي كان بيصوره عند حنان داوود. مشاكلكم بينكم وبين بعض ما تطلعوهاش على السوشيال ميديا، والكلمة دي قلناها كتير، والكلمة دي كانت سبب في ان الناس تهدى شوية، ويمكن تكون الامور احسن من كده بكتير واحسن من اللي بتظهر لنا على السوشيال ميديا. عايز اقول ذكاء زاهية وحلمية اسطورة، فعلا اسطورة، وهقول لكم ليه، ما تستعجلوش، بس لما تشوفوا الفيديو للاخر هتعرفوا ان كلامي صح. لما حنان داوود طلعت واتكلمت في الفيديو اللي هي عملته والناس كلها انتقدتها وانا واحد منهم، كانت غلطانة، وكان عندها ممكن يكون عندها كتير وكانت هتقوله،
لكن زاهية وحلمية احتووا المشكلة ديت بعيدا عن السوشيال ميديا، وقدروا ان هم يقربوا حنان تاني ليهم، وقدروا ان هم يرجعوا الثقة لقناة حنان داوود بعد الفيديو الشهير، وقدرت ان هي تخلي المتابعين مرة تاني يرجعوا لحنان والمشاهدات بتاعتها ترجع زي الاول. كل دوت يعتبر ذكاء من حلمية داوود وزاهية داوود ان هم يرجعوا المتابعين وثقة المتابعين في قناة حنان داوود. طبعا كلنا شفنا وعرفنا ان زاهية داوود لما كانت راحة لحنان داوود في نفس الوقت كانت حلمية راحة لشريهان، وشريهان جنب حنان داوود، عشان كده الاتنين راحوا في ميكروباص واحد. حاجة ما كناش متعودين ان احنا نشوفها، شفناها دلوقتي. يمكن انا قلت في مرة من المرات ان عشان العيلة دي تبقى ناجحة لازم الاخوات يظهروا مع بعض في فيديوهات. اتهاجمت كتير بسبب تسريح زي دوت، ونفس الناس اللي هاجموني دلوقتي ايدوني. مش شرط يكونوا مؤيديني تأييد شخصي، لكن حبوا زاهية وداوود وهم مع بعض بعد ما كانوا معترضين عليا. وطبعا كل واحد اعترض عليا في الوقت اللي انا قلت فيه التسريح دوت اكيد دلوقتي وبيشوفني بيقول فعلا يا ابو شين كان عندك حق لما قلت لازم يصوروا مع بعض. زاهية خدت كل الجلاليب اللي كانت جايباها لوالدتها الله يرحمها ايام ما كانت في السعودية في العمرة، واديتها لحنان داوود. اديتها لحنان داوود. كانت لفتة كويسة من زاهية داوود، وكانت لفتة طيبة جدا جدا من زاهية داوود ان هي تهادي حنان داوود بجلاليب امها الله يرحمها كانت هتلبسها. يا ريت يكون الفيديو اللي نزلته النهارده زاهية وحنان داوود عبرة لكل المتابع ولكل قناة حاولت انها تفرق بين الاخوات، عشان ياما قلنا وياما حذرنا ان الداخل بين الاخوات خارج. عرفتوا ليه انا ما حاولتش اسيء لعيلة آل داوود في الماضي؟ عشان عارف ان هم هيتجمعوا في المستقبل. تحية كبيرة مرة تانية لطارق وحسام ويوسف ومحمد. تحية كبيرة قوي قوي للأخ عبد المجيد. تحية كبيرة لأبو طارق. تحية كبيرة لكل إنسان ولكل شخص حاول إن هو يجمع الأسرة دي على خير. تحية كبيرة جدا لو الحلم هيبقى حقيقة وإحنا في أواخر رمضان قبل ما يجي العيد، عايزين نشوفكم مع بعض وانتوا عارفين انا اقصد مين بالظبط. انا بكده انتهيت من الفيديو وانا في قمة السعادة ان انا شفت نتاج انتقادنا الصريح، نتاج النصيحة اللي اديناها لعيلة آل داوود، ودلوقتي شايفينهم وهم مع بعض. أشوفكم على خير، وأتمنى تقييمكم يجي في التعليقات سواء سلبي ولا إيجابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.